إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله عز وجل خلق الناس والمكان والزمان. خلق الله عز وجل الناس واختار من بينهم الأنبياء، واختار من بين الأنبياء الرسل، واختار من بين الرسل أولي العزم الخمس: نوح، موسى، وعيسى، وإبراهيم، ومحمدًا عليهم الصلاة والسلام. واختار من بين أولي العزم الخمس الخليلين إبراهيم ومحمدًا عليهم الصلاة والسلام، ثم فضل وشرف محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم على سائر الخلائق. والله تبارك وتعالى خلق المكان واختار، فاختار مكة والمدينة وبيت المقدس على سائر الأماكن. والله تبارك وتعالى خلق الزمان واختار، فاختار الأشهر الحرم، واختار من بين الأشهر الحرم 10 ذي الحجة. روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أو فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، أي أيام 10 من ذي الحجة. فقال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يعد من ذلك بشيء. فحري بالعبد أن ينظر إلى الأفضلية المطلقة لأيام محدودة جعلها الله عز وجل خير أيام الدنيا.
فهذه الأيام العشر من ذي الحجة أقسم الله تبارك وتعالى بها، ودائما نقول إذا مر بك قسم في القرآن فتنبه، هناك شيء عظيم. فالله عز وجل قال: والفجر وليال عشر. قال العلماء: هي العشر من ذي الحجة. والشفع والوتر، قال العلماء: الشفع هو أعظم أيام الله على الإطلاق، وهو يوم النحر. فأيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى كرم هذه الأمة بكرائم عظيمة وبمنن جزيلة، فما من عبد أراد أن يتجه إلى الله عز وجل بيسير من العمل إلا قبل الله عز وجل منه. فالله عز وجل يعلم ضعفنا ويعلم عجزنا ويعلم تقصيرنا، فما من قلب إلا وله حنين لبيت الله الحرام، أليس كذلك؟ ما من نفس إلا وتشتاق إلى الحج لبيت الله، ولكن قد يحول بين العبد وبين الحج حائل، ولذلك جعل الله تبارك وتعالى هذه الأيام أيام عمل. فالله عز وجل عظم فيها كل طاعة، وعظم فيها جميع القربات، بل قد اجتمعت في هذه الأيام كل طاعة أنزلها الله عز وجل. ففي شهر رمضان فيه الصيام والقيام، أما في هذه الأيام اجتمعت فيها الصلاة والصيام والزكاة والحج. ومن أجل الأعمال في هذه الأيام إخواني ذكر الله، هذه العبادة الخفيفة اليسيرة. سبحانك يا ربنا ما أرحمك، سبحانك يا ربنا ما ألطفك، الذي جعل هذه العبادة من أجل الأعمال في هذه الأيام ذكر الله. فهذه العبادة يستطيعها الصحيح ويستطيعها المريض، يستطيعها الغني ويستطيعها الفقير، يستطيعها العربي ويستطيعها الأعجمي. عبادة خفيفة، عبادة يسيرة.